كانت أقدامك تترك أثرا على الأرض فإن كلماتك تترك أثرا على القلب. فهنيئا لمن لا يغتاب أحد ولا يجرح أحد ولا يظلم أحد ولا يطعن في الظهر أحدا. هنيئا لمن لا يرى نفسه أفضل من أي أحد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده في فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم قوي. زي ما انتم شايفين كده هكنس بقى السجاده دي وانضف بقى الصاله. انا بكنس بقى السجاده دي يعني في اليوم كذا مره، عشان طبعا انتوا عارفين العيال بتبقى اشقيه شويه. فلازم ان انا احافظ عليها شويه، عشان طبعا في الشتاء السجاد الكبير اللي زي ده ما بتغسلش كتير. يعني انا بغسلها بس اخر الشتاء كده، فبحافظ عليها على قد ما اقدر تفضل نظيفه. حتى بحط عليها حافظه كده عشان برضو الولاد وهم بياكلوا او بيلعبوا. لكن انا بشفطها مرتين في الاسبوع كده، عشان طبعا السجاده كبيره فما بقدرش ان انا اشيلها لوحدي كده، او ما ينفعش ان انا اطلعها على البلكونه لان بتبقى كبيره شويه. اما بقى السجاد التاني اللي في الاوض انا بطلعه بقى البلكونه وبنفضه كده، وبعد كده بفرشه بقى في الاوض. السجاده دي عشان كبيره شويه انا بغسلها بره، اما السجاد التاني انا بغسله عندي هنا في الصاله او في الحمام كده. انا حاطه تحتها فلين كده، شايفين الفل ده حلو جدا، بيدفي يعني في الشتاء، وبيبقى عازل كده بين البلاط والسجاده فبيدفي، لان طبعا البلاط في الساعه او في الشتاء بيطلع برد كده. حلو قوي، وكمان يعني مريح في القعده كده. جهزت بقى الولاد ونزلوا بقى راحوا المدرسة، وقلت هبدأ الروتين بتاعي معاكم كده من أول اليوم. هنضف بقى السجادة وادخل بقى على المطبخ عشان نغسل بقى المواعين ونشوف بقى المطبخ فيه ايه. التكوات دي أنا اللي عاملاها على إيدي كده. كان عندي بقى القماش بتاع التنجيد متبقى عندي، وكان عندي بقى قطن وخيطته وعملته كده. حطاه هنا كده عشان بنقعد قدام الشاشة. مفضية بقى الصالة كده للولاد عشان هما بيلعبوا ياخدوا راحتهم كده في المكان. دخلت بقى المطبخ اهو، شايفين بقى عند المواعين دي هغسلها كده. بفضي بقى الاطباق من بواقي الاكل، عشان انا عندي طيور بحط لهم بقى الاكل المتبقي ده. لو عندي مثلا هرد عيش او عيش مثلا ناشف، بجمع بقى العيش ده كله بسيبه بقى لغايه ما ينشف كده، وبهرده بقى وبحطه مع العلف بتاع الحمام، بيبقى حلو يعني. اغسل بقى الحوض اهو. هغسل بقى الحوض كده الاول عشان المواعين اللي انا هغسلها اصفيها جنب كده، وبعد كده ارص بقى كل حاجه مكانها. لازم المواعين تتصفى الاول قبل ما تترص في المطبخ، عشان بتنزل ميه كده بتعمل بقى عطنه وعفونه وريحه مش كويسه يعني في المطبخ وكده. خلاص كده غسلت الحوض اهو. ببدأ بقى اغسل الكوبايات الازاز الاول والازايز بتاعه الميه، عشان الكوبايات والازاز بتلقط من ريحه المواعين كده، فلازم يتغسلوا الاول، لان مهما تغسلوهم بعد كده بتفضل الريحه فيهم. او ممكن برضو تخصصي لهم لفه معينه بس عشان الازاز والكوبايات. اغسل بقى المواعين اهي. انا بسيب بقى الطاسات والحلل، الحاجات اللي بتبقى مثلا مدهنه او مطرح الاكل بتتغسل في الاخر كده. اما الاطباق بغسلها الاول عشان بتبقى خفيفه شويه، عشان برضو انا عند الطاسات بحب ادعكها قوي يعني، عشان ما اسيبش عليها بقى دهون ولا تراكمات ولا حاجات من دي. بحب الطاسات تكون بتبرق كده، يعني ما بكونش بقى الطاسه اقلي فيها كذا قليه، لا كل قليه بغسل الطاسه على طول بعدها عشان تفضل نظيفه معايا. برضو ازايز المية اللي بتبقى زي دي كده، سواء بقى بلاستيك او باغة، لازم تتغسل يوميا وتتملى، يعني حتى لو فيها مية مثلا من قبلها بيوم لازم المية دي تتكب كده في الحوض وتملاها تاني، عشان المية بيبقى فيها مادة بتتفاعل مع البلاستيك او الباغة بتاع الازازة نفسها يعني، بيتفاعلوا مع بعض بيكونوا مادة يعني لا قدر الله مش كويسة ويضرب الجسم، فبتجيب امراض مش كويسة يعني وكده. وانت بقى بتجيب ازايز مثلا زي دي للميه، بتجيب الازايز اللي بتبقى فيها نسبه بلاستيك قليله كده، عشان ما تتفاعلش برضو مع الميه. بنحافظ يعني على قد ما نقدر كده على صحتنا وصحه ولادنا، فبنخلي بالنا برضو من الحاجات اللي هي البسيطه اللي زي دي. اسيب بقى المواعين دي تتصفى كده، على ما انضف بقى المطبخ واكنسه كده وانفض بقى السجاده، وبعد كده ارص بقى كل حاجه مكانها. شايفين بقى المواعين بتلمع قد ايه، وبالذات بقى الالمونيا. ده من الصابون اللي انا عاملاه معاكم قبل كده من بواقي الزيت بتاع القلي والتحمير. يعني الزيت اللي تلاقيه معاك غامق
او مثلا قليتي بيه مره واتنين، ما عادش ينفع بقى ان انت تقلبيه تاني، عشان بيبقى ضار جدا بالصحه وكده. فبتجمعيه بدل ما ترميه، تعملي بقى صابون اسمر. وممكن برضو تعمليه بصابون سائل كده، بيبقى حلو جدا لغسيل المواعين، غسيل الحوض، غسيل برضو السيراميك، حلو قوي يعني. حتى برضو الفانيلات بتاعت الولاد اللي بيبقى فيها مثلا بقع او حاجات من دي، ما بحطش عليها كلور ولا كلوركس خالص. برغي عليها بس من الصابون ده، واسيبها شويه، وبعد كده بغسلها بلاقي كل البقع دي اتشالت. فبستعمله في حاجات كتير، في خلطات، في غسيل، في كل حاجه. عملته معاكم قبل كده بالليمون وبقشر البرتقال واليوسفي برضو. بيدي ريحه حلوه كده وحلوه قوي يعني. بغلي بقى قشر البرتقال او اليوسفي كده، وباخد الميه بتاعته، وبعمل بقى الصابون مع البريل برضو. يعني تقدري انت تحطي اي حاجة اضافات من عندك كده، بتدي رغوة وكثافة للصابون، وكمان ريحة معطرة كده. همسح بقى البوتاجاز اهو. شايفين البوتاجاز ما فيش عليه رواسب كتير، عشان انا بمسحه على طول بعد كل استعمال. ما بسيبوش بقى لغاية ما يكون بقى حروق على على الحوامل كده او على العيون. يعني حتى لو حاجات بسيطة على العيون كده، بشيلها وبحطها بقى في الخلطة اللي انا بعملها معاكم على طول. البريل وعليه كربوناتو وملح الليمون، وبسيبها شوية، كل الحروق دي بتتشال. ما بتاخدش وقت يعني. عشان أنا دايما بشوي بتنجان كده على عين البوتاجاز، فهو دايما اللي بينزل من المية بتاعته، فبيعمل حروق على العين كده. فدايما بغسله على طول أول بأول برضه. عندي برضه البخاخة دي حلوة قوي، بتشيل البقع والحاجات دي. لو مثلا ده لو انت مثلا عايزة تشتري بخاخ من بره كده. اما لو عايزة بقى تعملي خلطات في البيت، الخلطة اللي انا دايما بقول لكم عليها، بنضيف عليها ملح الليمون والكربونات. ده اللي بيفور الدهون والحاجات اللي بتبقى على البوتاجاز كده. خلاص كده انا مسحته اهو. ولو عندك برضو الحوامل بتاعة البوتاجاز عليها حروق كتير، بتسخن الفرن بتاع البوتاجاز، او لو عندك مثلا فرن بلدي، بتسخنيه شوية، وبعد كده بتطفي عليه وتحط الحوامل دي لغاية ما تسيح خالص من الدهون اللي عليها، وبعد كده بتغسليها بالخلطة اللي احنا بنعملها مع بعض على طول. خلاص كده مسحته اهو. امسح برضو الغطا بتاعه. عشان الناس اللي بتسأل على الستيكر بتاع الغطا بتاع البوتاجاز، انا دايما بحط ستيكر من اللي بيلزق ده. بس بصراحة يعني ما مش كويس خالص. كمان لما بتيجي تشيليه باللزق بتاعه ده، بيبقى متعب شوية. فانا حطيت عليه كده المفارش اللي هي بتاعة الرخام بتاع المطبخ. لزقته بقى بشمع وحلو ما شاء الله. زي ما انتم شايفين، بغسله على طول وبمسحه على طول برضو بالسلكة كده، ما بيجراش ليه اي حاجة خالص. خلاص كده الروتين بتاعنا خلص. يا رب الفيديو ينال اعجابكم. ما تنسونيش بقى في تعليق حلو كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.